اتطلقت هظلم اولادي، ولو فضلت هظلم نفسي. السؤال ده مش مجرد جمله ولا مجرد سؤال، ده وجع بيصحى مع ناس كل يوم وبيخليهم يناموا بعين مفتوحه وقلبي موجوع. تعرفوا يا جماعه ان في مصر اخر 5 سنين حصل اكتر من 1,200,000 حاله طلاق؟ يعني تقريبا كل دقيقتين حاله طلاق. والاخطر ان اغلبهم بيكون عندهم اطفال، ودي كارثه كبيره مش حاسين بها دلوقتي. وده مش بس رقم، ده مليون بيت اتكسر، ومليون طفل اتحط في معركه هو ملوش ذنب فيها. في ناس قررت تكمل مش لانهم مرتاحين، لا، لكن علشان اولاد، عشان الاولاد، وعلشان الشكل الاجتماعي، وعلشان كلام الناس. وناس تانية قررت تنفصل، ومع كل خطوة ضميرهم بيجلدهم، خايفين على مصير ولادهم. اسمعني كويس، وانت كمان اسمعيني كويس، لان الطفل اللي بيعيش وسط اب وام بيتخانقوا كل يوم بيتأذي اكتر نفسيا من طفل ابوه وامه اتطلقوا بس بيحبوه بيربوه باحترام. الحياة الزوجية مش سجن، ومش بطولة انك تضحي بنفسك طول العمر، ولا تضحي بنفسك طول العمر. البطولة الحقيقية انك تختار الطريق اللي فيه اقل اذى ليك ولاولادك، وللشريك اللي بينك وبينه خلاص ما بقاش فيه ود.